بقى لو انت كيف قهوه كمل الفيديو، مش كيف قهوه عدي الفيديو ده، ونصيحه مني لان التوليفه دي ما فيهاش غلطه، وش قوام كل حاجه مظبوطه فيها بالظبط. تعال اقول لك على المقادير بتاعتها. التوليفه بتاعتنا بواحد من ملوك البن، هو البن الكولومبي، وهناخد 100 جرام من البن الكولومبي اللي دسم جدا وبيدي مزه القهوه مختلفه، على 75 جرام من البن اللي بيديك طعم الشوكولاته، هو البن الهند الارابيكا في اخر درجات الوسط، ريحه الزهور وبيدي طعم الشوكولاته، فهناخد 75 جرام. بصراحه بالنسبه لي ممكن اشرب التوليفه زي ما هي كده وعارف ان هي تطلع خطيره، بس انا بصراحه بحب اظبط القوام بتاعها، فبحط لها 50 جرام من البن الهند روبستا اللي طعمه مش هيظهر بس هيظبط لك القوام ويخليها كلها قوامها تقيل، فنحط ال 50 جرام. وبعدين هخليها كريمي كلها، فاحط لها 25 جرام من البن البرازيلي، مرارته قليله جدا وبيخلي القهوه كريمي. تعال نحوج التوليفه ديت. ابتدي التحويجه بتاعتي ب 10 جرام من الحبهان، شويه قرنفل خفاف بيخلوا ريحه القهوه حلوه، برضك بيخلوا ريحه القهوه حلوه، على حته كده حوالي جرام من الجينسنج، بصراحه بيدي طاقه وبار وبيظبط التوليفه وطعمه مش بيظهر قوي كده زي ما الناس متخيله. هنقلب الكلام ده كله وهنروح نطحنه، ولو انت ما تعرفنيش قبل ما نطحنه انا علاء فوده وبعرفك كل حاجه عن القهوه، فلو انت عايز خلطه قهوه لازم تتابعني.